ملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته. في الصحة هيقول كلام، والرياضة حلقة جديدة وبرنامج صحتك في لعبتك. اهلا بكم في اولى فقراتنا من برنامج صحتك في لعبتك. وفقره منشتنا الاول هو زيت الزيتون يقي من خطر الوفاه بامراض القلب. اثبتت احدث الدراسات العلميه والطبيه ان زيت الزيتون يحمي صحه القلب. زيت الزيتون بيحتوي على، او الزيتون نفسه بمركباته بيحتوي، مركبات الزيتون وزيته بيحتوي على الدهون الاحاديه الغير مشعه، وبالتالي بيقي القلب من امراض كتيره جدا، وبيحمي من خطر الوفاه بامراض القلب. زيت الزيتون سهل ان احنا نستخدمه، وديت طبعا نصايح طبيه والدراسات دي اكدتها، وده طبعا في الطب النووي معروف الزيتون والاعشاب والى اخره. ولكن احدث الدراسات الطبيه والعلميه اكدت ان زيت الزيتون له فوائد كتيره جدا، وبيحمي القلب وبيحمي من خطر وفاه بامراض القلب. انتظرونا. والمانشيت الثاني في فقرتنا النهارده وهو بيقول: الصحف الاماراتيه تشيد بشيكابالا وزياده شعبيه الوصل الاماراتي. طبعا شيكابالا لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر انتقل لنادي الوصل. المباريات اللي خاضها اشاد به بيرنو ميتسو المدير الفني لنادي الوصل. شيكابالا بيمر بمرحله جديده جدا مع نادي الوصل بعد فتره كبيره جدا من المشاكل في نادي الزمالك ومع المدير الفني السابق الكابتن حسن شحاته، وتمت اعاره شيكابالا للوصل الاماراتي. بنتمنى لشيكابالا ان هو بيمر بمرحله جديده في حياته بمحطه جديده. المحطه دي بنتمنى لشيكابالا الالتزام، لانه لاعب صاحب موهبه عاليه وصاحب مهاره عاليه جدا، ومن اجل مصر مش من اجل شيكابالا لوحده. شيكابالا في الفتره اللي التزم فيها في الوصل الاماراتي بيأدي تأدية كويسه جدا. الصحف الاماراتيه والنقاد الرياضيين في الامارات اكدوا ان شعبيه الوصل زادت بعد المهارات اللي اظهرها شيكابالا في المباريات. بنتمنى ان شيكابالا يكمل المسيره ويواصل مسيرته، وكل محترفينا في الخارج عشان من اجل مصر. بنشكركم وانتظرونا الفقره القادمه. وما زلنا مكملين رحلتنا معاكم ومواصلين رحلتنا في برنامج صحتك ولعبتك في لعبتك، وبنلتقي بصانع النجوم، صانع الابطال، المدير الفني لمنتخب مصر لتنس الطاوله كابتن حسام الشبري. اهلا بك كابتن حسام. اهلا بحضرتك، واحنا سعداء بوجودكم دايما معانا، ودي مش اول مره بتتابعونا، واحنا سعداء بيكم دايما معانا ان شاء الله. كابتن حسام، قناه صحتي دايما مع منتخب مصر لتنس الطاوله لذوي الاحتياجات الخاصه. صناعه النجوم وبطولات اللي بيحققها منتخب مصر. هنسيب صاحب الرجل الاول في صناعه النجوم هو اللي يتكلم عن البطولات اللي حققها منتخب مصر خاصه في الفتره الاخيره. والله بس انا اسمح لي بس اقول ان يعني اي حاجه بتتحقق ده بيبقى مجهود فريق كامل، سواء من مجلس اداره اللجنه البارالمبيه برئاسه الدكتور حسام الدين مصطفى، او بمجموعه اللاعبين الموجود معايا، او بمجموعه الجهاز الفني المتواجده. هو نتاج مجهود جماعي وتضافر جهود ما بين المجموعه، وان هي صادقه لتحقيق حاجه. احنا خلال الفتره اللي فاتت طبعا رحنا شاركنا في الاولمبياد اولمبياد لندن اللي هي الدوره البارالمبيه، والحمد لله لاول مره في تاريخ مصر البارالمبي يتم تحقيق ميداليه في لعبه تنس الطاوله. اول مره في تاريخ مصر في الدوره اسوياء ومعاقين في تاريخ مصر. دي اول ميداليه. احنا في اولمبياد بكين كانت اول مره برضو لمصر ان احنا نخش المربع الذهبي، طلعنا رابع. الدوره ديت اتقدمنا والحمد لله احرزنا ميداليه برونزيه. في بطوله العالم في كوريا احرزنا ميداليه برونزيه في الفرق. فده كله بيشير الحمد لله ان احنا ماشيين في خط سليم، ان احنا ابتدينا نخش في دائره الاضواء. الميداليه اللي حققناها الميداليه البرونزيه في 4 اللاعب سامح عيد، وكنا قريبين من ميداليات اخرى يمكن ربنا بس يعني ما كانش لينا حظ فيها. بستوقفك بس يا كابتن شوبري عند المعلومه ديت للساده المشاهدين. لاول مره في تاريخ مصر بنحقق ميداليه اولمبيه في البار اولمبيه، سواء على الاصحاء او ذوي الاحتياجات الخاصه في تاريخ مصر. اول ميداليه عشان نفكركم دايما، لان ده تاريخ بيتكتب للرياضه المصريه، واتكتب على يد الكابتن شوبري والكابتن سامح. والله احنا بنحمد ربنا ان لعبه تنس الطاوله، يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا قبل السفر
كان الغالب يعني بيقول ان احنا هنروح نعمل تمثيل مشرف، هنعمل اداء كويس. الحمد لله انا كنت من الناس يعني والجهاز الفني المعاون واللاعبين كنا طمعانين في احراز ميداليات، والحمد لله ان ربنا وفقنا وحطينا مصر في دائره التتويج، وعلم مصر اترفع في لعبه تنس الطاوله اللي عمرها ما كانت يعني ده ما كانش حصل قبل كده، سواء زي ما قلت لحضرتك سواء الاصحاء او المعاقين. وبنوعد ان في الفتره الجايه ان عدد الميداليات تزيد. اللاعب سامح عيد بنوضع له خطه ان شاء الله في البرازيل ان شاء الله تبقى ميداليه ذهب. احنا عايزين نحافظ على ابطالنا بقى، وهو ده المطلوب، لان زي ما بيقولوا دايما في مثل يقول لك انك توصل للقمه سهل، لكن انك تفضل في هذا المكان او القمه اللي انت وصلت لها هو دي الصعوبه، وده اللي احنا عايزين نحافظ عليه. عايزين نحافظ على ان لعبه تنس الطاوله النهارده بقت مطالبه بانها بتحقق ميداليات زي بقيه الالعاب الاخرى. هناخد نصيحة من كابتن حسام الشوبري نجم نادي الزمالك ونجم التدريب وصانع النجوم والمدير الفني لمنتخب مصر للأصحاء اللي ما بيمارسوش رياضة وعلاقة الرياضة بالصحة. شوف حضرتك ديت نصيحة موثقة يعني. صدقني حقيقي يعني الرياضة يمكن أنا بقول النهاردة يعني يا ريت كل أجهزة الدولة توجه جميع الشعب سواء أي مراحل عمرية، سواء كبير صغير شاب، لممارسة الرياضة، لأن دي بترفع الكفاءة البدنية والكفاءة في العمل والذهن الصافي، وبتمنع أن أنت تتجه أي اتجاهات سلبية. فده شيء يعني أنا يعني فعلا الرياضة ومزاولة الرياضة، وزي ما احنا شايفين النهاردة الإخوة المعاقين مزاولتهم للرياضة النهاردة بتحطهم في دائرة الضوء، بتحطهم في دائرة المكافآت، بتحطهم في دائرة السفر للخارج، في العلاقات واكتساب ثقافات جديدة. فالرياضة بقت مهمة جدا جدا. حتى بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة الرياضة ادتهم ايه بالنسبة لصحتهم؟ زي ما حضرتك انت النهارده في بطوله جمهوريه شركات اهي مدياهم انه زيه زي الانسان اللي صحته عاديه، هو جاي وبيزود الرياضه وبيخش في مجال المنافسه، بيكتسب صداقات جديده، بيكتسب معارف جداد واصدقاء جداد، بترفع من كفاءته الصحيه، حتى الجزء المصاب عنده بترتفع كفاءته، لان كل النواحي ديت بيتم تدريبها، وحتى العضله اللي بنقول انها ميته لا احنا برضو بنتعامل معاها وبنرفع مستواها وبنرفع كفاءتها. فحتى بتلاقيه في حياته العمليه في اعتماده على نفسه، كل ده هو بيتغير تماما وشخصيته بتتغير انه بيعتمد على نفسه في كل حاجه. كابتن شوبري كنا معاك فتره سابقه ومن خلال شاشه قناه صحتي ومن خلال برنامج صحتك في لعبتك تحديدا، ووعدتنا بميداليات وحققتها، هتوعدنا بالميداليه الجايه في البرازيل ان شاء الله؟ والله انا ده عهد باخده على نفسي عشان بلدنا وبالظروف اللي احنا بنمر فيها. احنا عايزين نسعد الشعب باي حاجه، وخاصه هذا قطاع المعاقين اللي بيتراوح من 10 ل 12 مليون معاق في مصر. فدي طاقه لابد نستغلها والبلد تستغلها، دي مش طاقه، دي طاقه مهدره، وهم يقدروا يعملوا انجازات كبير. فيا ريت طبعا بتعاون اجهزه الدوله، وبنوعدكم ان شاء الله في البرازيل باكتر من ميداليه، ويعني بنوعد بميداليه ذهب واكتر من ميداليه ثانيه ان شاء الله رب العالمين. يا كابتن حسام، كابتن حسام بصراحة قبل ما نختم اتكرمت؟ لغاية دلوقتي لا. ليه؟ والله الروتين ويعني نقول البطء بعض الشيء في انهاء الاجراءات. بس انك مظلوم يا كابتن حسام؟ الاجهزه الفنيه الالعاب المعاقين كلها مظلومه، مش انا لوحدي، يعني سواء الجهاز الفني لرفع الاثقال، العاب القوى، الكره الطايره، تنس الطاوله، اللي هي الاربع العاب اللي شاركنا. انا ملاحظ ان يعني انا ما بقول انا سعيد طبعا بتكريم اولادنا الابطال اللاعبين، لكن ما ننساش مجهود الاجهزه الفنيه. يعني احنا بالنسبه لنا كنا بنيجي صبح وبعد الظهر مقيمين مع اللعيبه، سايبين بيوتنا 4 سنين لغايه لما ربنا كرمنا بتحقيق الانجاز. يعني نتمنى ان هو ما تتنساش الاجهزه الفنيه واللي بذلوه يعني خلال الفتره السابقه كامله. يعني دي رسالة احنا بنضم صوتنا صوت الكابتن حسام الشوبري صانع النجوم، دي رسالة بنوجهها لرئيس مصر، لكل المسؤولين في مصر، للعمري فاروق وزير الشباب وزير الرياضة، لوزير الشباب، ولكل المهتمين بالرياضة والشباب، للجنة البار الأولمبية المصرية، لكل المسؤولين. صناعة النجوم شيء صعب، الوصول لهدف معين صعب برضه. الصعب حققه ذوي الاحتياجات الخاصه، وحققوا على ايد صانع النجوم الكابتن حسام. بالناس المسؤولين التكريم، هم عايزين تكريم معنوي،
ده اللي بنطلبه في صناعه النجوم. وفي اول ميداليه في تاريخ مصر اتحققت على في تنس الطاوله في الاولمبياد على ايد ذوي الاحتياجات الخاصه كابتن سامح، وعلى في صناعه النجوم الكابتن شوبري. كابتن شوبري، كلمه اخيره بصراحه توجهها لمين؟ والله انا بس بوجه كلمه لسياده الوزير العمري فاروق، وهو انسان محترم جدا وقابلنا اكتر من مره. يعني انا بس انا مش عايز اقول كلمه، انا هسال سؤال. يعني مين اللي بيبذل مجهود اكتر وبيتعب اكتر عشان يمارس الرياضه؟ هل اللاعب اللي جسمه صحيح وبدنه سليم ورجليه وايدين سلام عشان يروح التدريب، ولا الراجل المعاق اللي بيتكبد مشقه هائله للوصول للتدريب وبذل مجهود في التدريب فارجو ان احنا يعني نراعي. يعني احنا يعني مش بنقول اكتر، احنا بنطالب ان احنا ده مصري وده مصري، فلا بد من المساواه ما بينهم في كل الحقوق وفي كل الامتيازات اللي بياخدوها، سواء من مكافاه، سواء من تكريم، سواء من تقدير، سواء من كل حاجه في الدوله، سواء يعني من توفير الاحتياجات اللي هم محتاجينها، لان دول ابطال بجد وابطال رفعوا رايه مصر وعلم مصر. فلا بد يعني احنا يعني انا بالنيابه عنهم وعن اللعيبه احنا طالبين، وزي ما مصر موقعه على معاهده في 2007 ان المصري المعاق له جميع الحقوق والامتيازات مثل المصري الغير السليم بدنيا او صحيا. وانتوا لما بتوعدوا بتحققوا؟ الحمد لله، وعدنا ووفينا وعملنا اكتر من المطلوب، وكنا بعثه محترمه جدا رفعت رايه مصر هناك وكله اشاد بيها. الاتحادات الدوليه اشادت باللعيبه وبالاجهزه الفنيه. مش عايز اقول لحضرتك كل الاجهزه الفنيه وحتى اللاعبين جاي لهم عروض خارجيه، سواء للاحتراف الخارجي سواء لاخذ جنسيات اخرى غير بلدنا، لكن كلنا متمسكين ببلدنا، متمسكين بان احنا دي الارض والتراب اللي احنا اتربينا عليه، وهو ده اللي طلعنا، بلدنا هي اللي طلعتنا، فاحنا متمسكين بالوجود. بس كل اللي بنتمناه مساواتنا بالرياضه العاديه واحنا ناشدنا، مش ما ناشدناش لعمري فاروق بس، احنا ناشدنا رئيس مصر الدكتور محمد مرسي النظر لذوي الاحتياجات الخاصه والاجهزه الفنيه. على فكره احنا كان قبل السفر تم وعدنا بالمساواه، وتم وعدنا برفع المكافآت، وتم وعدنا بالتكريم اللي يساوي الانجاز لو حققناه. يعني انا شايف ان في بعض الشيء من يعني تراجع في بعض الوعود. يعني رغم المطبات احنا بنناشد وبنطالب، خلاص بطلنا مناشده، بس رغم المطبات الصعبه ان شاء الله هننتظر مدينه البرازيل. كابتن مستمرين، اكيد احنا مستمرين، ودي بلدنا وما بنعملش اي حاجه عشان اي هدف اخر غير ان احنا نرفع اسم مصر في كل مكان. نشكرك يا كابتن شوبري، وان شاء الله نلتقي مع ميداليه اخرى بتحققها لمصر ونجم جديد. احنا سعداء بوجودكم ومتابعتكم معانا، وانتم متابعينا من قبل بكين وفي كوريا بطوله العالم، وادي في لندن وانتم متابعينا، واحنا سعداء بدوت. وقناتكم قناه محترمه ومتابعه رياضات المعاقين، وبنشكركم، وبنتمنى ان حتى القناه اسمها صحتي ان احنا بنوجه الشعب المصري للرياضه والصحه، وده شيء طيب جدا. واحنا دايما معاكم، وده تكريم لينا ان احنا نكون معاكم. احنا سعداء بوجودكم. شكرا كابتن حسين. شكرا. بنشكركم وانتظرونا الفقره القادمه ونجم جديد في برنامج صحتك في لعبتك. اهلا بكم في الفقره التاليه في برنامج صحتك في لعبتك. بنلتقي والكابتن عبد الرحمن عبد الوهاب بطل مصر والعرب وافريقيا في تنس الطاوله من ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا بك يا كابتن عبد الرحمن. ازي حضرتك؟ كابتن عبد الرحمن، انت من ذوي الاحتياجات الخاصه، ايه اللي دفعك تمارس الرياضه؟ الاراده اللي جات لك دي جات لك منين؟ والله يا تجربه جت كده ان انا مارست الرياضه. عن طريق مين بقى؟ ان هي هوايه عن طريق اصحابي، وبعد كده رحت مركز شباب عند في البساتين، كان جنب المنطقه بتاعتنا، كان في كابتن خالد حسن، فبدات من هناك ان انا اتمرن. كان في صعوبه كده وانت من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ كان في صعوبه كده ما انت بتتمرن؟ لا، هي في البدايه انا كنت واخدها كهوايه، ما كنتش عارف ان الرياضه كويسه، فمارست الرياضه ان انا ابقى اتمرن كل يوم يوميا لحد ما رحت نادي، وبعد كده دخلت منتخب مصر معوقين، ومن ساعتها من 2005 بقيت بطل مصر والعرب وافريقيا. الاراده اللي جات لك دي جات لك ازاي وجات لك منين يعني؟ وهل فعلا كنت حاسس بارادتك وقوه الذات بتاعتك ان انت هتبقى بطل مصر والعرب وافريقيا؟ لا والله انا كنت حبيت الرياضه، حبيت لعب. انت مارست الرياضه يا كابتن عبد الرحمن من اجل الرياضه عشان صحتك؟ حبيت التنس طاوله، فبدات اركز فيها ان انا اتمرن كل يوم، ومن 2005 ل 2012 انا بطل مصر، ولعبت بطوله العرب اول، بطوله افريقيا اول،
رابع عالم. تأهلت لبطولة العالم في سويسرا، خدت خامس، وبطولة العالم في كوريا خدت رابع. وفي الدورة الأولمبية، الأولمبياد لندن آخر سافرت. سافرت مع البعثة. خرجت من دور الثمانية في أولمبياد لندن. دور 8. احنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الاولمبياد الجاي، وهتوعدنا بميداليه يعني ان شاء الله يعني. بإذن الله استعد. انتوا كتبتوا على فكره ذوي الاحتياجات الخاصه في تنس الطاوله، كتبوا تاريخ الرياضه في مصر، عارف ازاي؟ حصلنا بأول ميدالية اول ميداليه في تاريخ مصر على مستوى الاصحاء ومستوى الاحتياجات الخاصه. طبعا كان إنجاز جديد من نوعه في الرياضة عامة، لأن تنس الطاولة كانت بعيدة في المجال العالمي والأولمبي. كابتن عبد الرحمن، من خلال شاشه قناه صحتي تقول اللي ما بيمارسوش رياضه ايه بارادتك الحديديه وبطولاتك؟ اقول لهم والله الرياضة كويسة جدا، بتبعد البني ادم عن حاجات وحشة كتير، وبتنقله نقلة كويسة. لو استمر فيها بيتعرف علاقات اكتر، بيبقى شخصيته بتتغير مع الناس، التعامل بيبقى كويس مع الناس. بعيدا بقى عن البطولات، انت استفدت ايه؟ صحتك، جسمك استفاد ايه من ممارسه الرياضه؟ وجسمي طبعا بدنيا ببقى طول اليوم كويس. اتغير طبعا عن الاول، انا كان جسمي ضعيف. اما لعبت رياضه غصب عني صحتي بتتحسن، وبتبعدني طبعا عن حاجات تاني، وقت اضيعه في حاجات تانية. فممارسه الرياضه عامه بشكل كويس، كويسه مش مضره يعني. هي جابت مكسب او خساره مش مضره للبني ادم، هي مفيده. كابتن عبد الرحمن، من خلال شاشه قناه صحتي كلمه اخيره توجهها لمين؟ اوجهها لكل الشباب يعني اللي هم بيقعدوا على قهوه كتير، يا ريت يعني يمارسوا، يروحوا مراكز شباب، يحاولوا يتعرفوا على الالعاب، على القعده في مراكز شباب. لو في حد يقعد في مشترك في نادي، يبقى يضيع وقته في النادي يعني. كابتن عبد الرحمن، انا بشكرك، وان شاء الله نتقابل تاني وانت معاك ميداليه افريقيا، مصر، العالم ان شاء الله، وتواصل بطولاتك عشان نرفع علم مصر، وعلى المستوى الشخصي بطل العالم ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك وشكرا للبرنامج. شكرا يا كابتن عبد الرحمن. شكرا لحضرتك. بنشكركم، وانتظرونا الفقره القادمه وبرنامج صحتك في لعبتك. وبكده جينا لفقرتنا الاخيره في برنامج صحتك في لعبتك، فقره النهارده بان نادي السكه الحديد هو اقدم نادي مصري تم تاسيسه. نادي السكه الحديد الرياضي تم تاسيسه سنه 1903. وتلاه مباشره النادي الاولمبي السكندري، وتم تاسيسه في 1905. نادي السكه الحديد ونادي الاولمبي هما اقدم الانديه، مش في مصر بس اللي تم تاسيسها، هما اقدم الانديه على المستوى العربي والافريقي، يعني في قاره افريقيا كلها. بس سبحان الله، نادي السكه الحديد النهارده في دوري المظالم، ونادي الاولمبي ايضا في دوري المظالم. ربنا يغير ولا يتغير. نتمنى تغيير في الرياضه في الرياضه المصريه، واقدم الانديه المصريه ترجع تاني لنهضتها الرياضيه. وبكده جينا لنهايه حلقتنا في كل الملاعب، وفي كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحه هيقول كلام، والرياضه كمان. انتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده وبرنامج صحتك في لعبتك، انتظرونا.